ده بحياتي يا عين ما شفت زيه ده، الفرح بصدري والباقي. مستشفى الصدر يا اسطى. اتفضل يا باشا. الجو حر قوي النهارده، ربنا يرحمك. يا استاذ لو سمحت، السيجاره بس عشان الولد نفسه بيتكتم. نفسه بيتكتب. زمان في القرن ال 18 كان في مجموعة بهوات في فرنسا وبريطانيا ما كانش عاجبهم الوضع. كانت الدنيا حلوة والهواء نظيف والدول كلها شغالة على الزراعة. قال لك لا، احنا نعمل ثورة صناعية. ابني لي يا ابني هنا مصانع وحط لي المصانع في كل حتة. مناطق سكنية وماله، جنب الأنهار والبحيرات ما يضرش. طب والدخان والعوادم؟ قال لك يا عمي الدخان يطلع لفوق والعوادم نصرفها لتحت، والإنسان الغلبان محشور في النص. حضرتك انا مالي ومال كل الكلام ده، انا بقول لحضرتك استاذنك السيجاره عشان الولد نفسه بيتكتم. طب ولو سمحت يعني، هو كيس الشيبسي اللي كله كربوهيدرات ومواد حافظة اللي انت حضرتك جايبه للولد ده مش هيضر الولد؟ ولا سندوتش الكبده بتاع عبده تلوث اللي انت ما تعرفش مصدر الكبده دي اصلا جايه منين؟ انا مش بنجم على فكره، بس ده الطبيعي. اصل الانسان ده غريب قوي في بلدنا، يبقى عارف الحاجه بتضره وممكن تقتله ورغم كده بيروح لها برجليه. ما تستغربش، انا عارفك عايز تسالني تقول لي طب بتقول الكلام ده لنفسك وترمي السيجاره. ما شاء الله، صدقني انت واخدها من على لساني. يا سيدي الفاضل، بص حواليك في كل حته هتلاقي التلوث والوساخه في كل حته. الميه اللي انت بتشربها من الحنفيه دي، انت عارف كميه المواد اللي في الميه دي قد ايه؟ الزباله اللي في كل حته، المجاري اللي بتطفح وريحتها تقلب البطن. بلاش ده كله، الخضار اللي محطوط في الشوارع واللي رايح واللي جاي بيفعص فيه على عينك يا تاجر. العيش اللي حضرتك بتاكله مليان مسامير وتراب وازاز، كل ده مش هيضر الطفل. يا سيدي كل كلامك صح وزي الفل، بس نعمل ايه يعني؟ في ايدينا ايه نعمله؟ ولا اي حاجه، انت كومبارس في فيلم مالكش اي لازمه، ما تقدرش تقول يمين ولا شمال ولا ليك حتى راي في الدور بتاعك. انت تعمل اللي يقوله لك المخرج وبس. انت عارف اللي حاسس في نفسيتي ومضايقني في الموضوع ده كله ايه؟ علبه السجاير يا مؤمن وصلت 60 جنيه. واضح كده ان هم بداوا يخافوا علينا فعلا. لا مؤاخذه، معلش الكلام اخدني ونسيت اطفي السيجاره. على جنب يا اسطى.